مرحبا، تحسون نفسكم دائما تعبانين؟ تتقطع نفسكم بسرعة من تتمشون؟ ممكن هاي كلها علامات سبب نقص الحديد. نقص الحديد هو أكثر نقص غذائي منتشر بالعالم. أكثر من 1,600,000,000 شخص عندهم نقص وما يدرون. معكم دكتورة بتولة البطاط، وراح أشرح لكم اليوم شنو هو نقص الحديد، شلون يصير، وشنو هو العلاج. الحديد هو معدن مهم حتى الجسم يشتغل طبيعي، لأن ينقل الأكسجين عبر الدم. إذا ماكو حديد كافي الجسم يتعب وما يوصل له أكسجين كافي. أسباب نقص الحديد هواية، منها أكل ما يحتوي حديد كافي خصوصا النباتيين، ضعف امتصاص من الأمعاء، نزيف خفيف مثل الدورة الغزيرة أو من المعدة. هناك أعراض همات هواية لنقص الحديد، منها التعب المستمر، الدوخة، شحوب، ضيق تنفس، خفقان بالقلب. إذا حسيتوا بهاي الأعراض راجعوا طبيبكم. بداية راح نبدي نحاول نعالج نقص الحديد بالحبوب، بس لازم تأخذونه حسب وصفة الطبيب. ونصيحة تأخذوه فيتامين سي مثل عصير البرتقال، وتبعدون عن الحليب أو بعض الأدوية لأنها تمنع الامتصاص إذا أخذناه في نفس الوقت. وإذا ما تتحملون الحبوب أو نحتاج نرفع الحديد بسرعة راح نلجأ للحديد الوريدي. الأكل وحده ما يعالج النقص، بس مهم كلش للوقاية. أكلوا أكلات غنية بالحديد مثل اللحم الأحمر أو السباناق. نقص الحديد شائع، بس نقدر نتحكم به بسهولة إذا اكتشفناه وعالجناه بالطريقة الصحيحة. إذا تحسون بأي من هاي الأعراض لا تتأخرون، راجعوا طبيبكم، سووا التحليل وخذوا العلاج المناسب.